اليوم أحسن من ذي قبل، لكن نحن نطالب المزيد وينبغي أن يكون مزيد إن نحن فعلا أردنا الخير لبلدنا ولأمتنا ولدين الله عز وجل. فالقرآن الكريم ينبغي أن يشجع داخل البيوت، وينبغي أن يشجع في المدارس، وأن يشجع في الجامعات، وأن يشجع أيضا عن طريق من يحملون كتاب الله عز وجل. الآن الإمام يأخذ 800 درهم، وأنتم تعرفون الآن يعني جلابات تساوي أكثر من 800 درهم، 1000 درهم ولا 1500 درهم. المؤذن ما نفعل يأخذ 100 ولا 500 ولا 600 هذه الحدود. وهذا يشجع الناس على أن يحفظوا القرآن وعلى أن يتعلموا. ومع ذلك فإن الشيخ المغربي أبى إلا أن يتعلم وأن يعلم أبناءه القرآن. والقراء عندنا والحمد لله بالآلاف بالآلاف. ولذلك وحتى لا أطيل عليكم أيها الإخوة، أقول من الأولويات ينبغي أيضا أن نغرس حب القرآن في قلوب أبنائنا، وأن نحفظهم شيئا من كتاب الله، لأن القرآن الكريم هو الذي يعصمنا من الشياطين، ويعصمنا من شياطين الجن والإنس، ويعصمنا من الجن، ويعصمنا من كل المصائب والمكاره. والقرآن الذي يحمل كتاب الله عز وجل سوف يدافع عنه يوم لقاء الله. حفاظ القرآن سوف يشفع في حامله يوم لقاء الله عز وجل. ولذلك علينا أن نشجع أبناءنا القرآن، وأن ندعمه، وأن نحفزه حتى بالمال، وأن نحفز ونشجع أيضا من يحمل هذا الكتاب ويحفظ هذا القرآن الكريم